فيروس نادي الزمالك في إدارته. مجلس إدارة نادي الزمالك أثبتت هي المشكلة الدايمة في كل مشاكل نادي الزمالك، بل بالعكس أي مشكلة ممكن تتحل مجلس الإدارة بيحاول يعقدها مش يحلها. لما جاب جون إدوار عشان يمسك ملف الكورة اداله الصلاحيات في كل حاجة، بس عمل له مشاكل في ايه؟ في قلة الفلوس وقلة الموارد. ودلوقتي بيتكلموا على موضوع ارض اكتوبر. ارض اكتوبر هي اللي هتحل كل حاجة، ارض اكتوبر هي اللي هتبعت الفلوس في ثانية، هي اللي هتدي رواتب للعيبة، هي اللي هتدي رواتب للمدرب اللي احنا مش عارفين نمشيه عشان الزمالك يفضل في المشاكل. طول ما الزمالك في المشاكل، طول ما الاداره مرتاحه. اداره نادي الزمالك من اول يوم وهي موجوده في نادي الزمالك والمشاكل ما بتنتهيش، بل بالعكس بتزيد. انت هتقول لي على غرامات قبل كده، اوكي مفيش مشكله، الغرامات كانت في عهد مرتضى منصور. طيب والغرامات دلوقتي اللي عماله تيجي على النادي برضو، انت ومرتضى منصور مفيش فرق بينكم، انتوا الاتنين واحد. هو كان بيمشي لعيبه ومدربين وبعد كده بيرفعوا علينا قضايا ويكسبوها وندفع لهم فلوس بالزياده، برضو انت بتعمل نفس الموضوع، بتجيب لعيبه وبتمشيها وما بتديهاش مستحقاتها وبيرفعوا برضو عليك قضيه وبيكسبوها وبتدفع بعد كده الفلوس وبالزياده. مفيش فرق بينكم انتوا الاتنين، بس العكس ان انتوا ما بتتكلموش، ساكتين، عندكم برود مفيش بعد كده. شايفين جمهور نادي الزمالك شايط ومولع ومتضايق من اللي بيحصل في النادي وفريق الكوره، وانتوا ولا انتوا هنا قاعدين ساكتين، ما بتتكلموش غير على ارض اكتوبر. كل ما حد يستضيف حد يقول لك ارض اكتوبر هي الحل. طب انا عايز اسال سؤال، مش ارض اكتوبر لسه مسحوبه من حوالي 3 شهور؟ طب قبل ال3 شهور اللعيبه والمدربين ما كانوش بيقبضوا ليه؟ اللعيبه متاخر لها قبض من السنه اللي فاتت، والمدرب بقاله 3 شهور ما بيقبضش. الشهر الوحيد اللي قبض المدرب في كلام طالع ان جون ادوار هو اللي اداله المرتب. طب والباقي كنتوا بتعملوا ايه؟ ما كانت ارض اكتوبر موجوده، كل الناس دي ما كانتش بتقبض ليه وما كانتش بتاخد فلوس ليه؟ ما دام كان في فلوس من ارض اكتوبر. فبجد المجلس ده هو سبب الكوارث، وجوده زي عدمه. اوقات كتير كان بيبقى حل مجلس الاداره بيجيب مشاكل، انا بقول دلوقتي حل مجلس اداره هو الحل. لازم مجلس اداره نادي الزمالك يحصل فيه غربله، كلهم ما بيشتغلوش، محدش بيشتغل لمصلحه النادي، كلهم واقفين بيتفرجوا، كلهم بيقولوا مبررات وبس، بيعملوا مشاكل للنادي طبعا وكتير كمان. مفيش حد عايز يحل، كلهم عايزين يطلعوا مبررات لوجودهم في الاداره، هم بيستفيدوا بالكرسي وبس، لكن مفيش حد بيفيد نادي الزمالك. بجد انا مش عارف اللي جاي هيبقى يحصل ايه، بس اللي جاي شكله اسود بكتير من اللي فات. مفيش نقطه بيضه ممكن تشوفها هتيجي من المجلس ده. انا مش متفائل لان المجلس ما بيعملش حاجه وما بيحلش، المجلس وجوده بيعقد اي مشكله نادي الزمالك داخلها.